طيب نيجي بقى للكبير، نيجي للمعلم، نيجي للي بيشقلب اللي مش عارف ايه، نيجي كده. ده موجود في ثالثه ثانوي على فكره، بتاع ده موجود في ثالثه ثانوي ومشيب ناس، والله مشيب. ليه يا ابني؟ معرفش، هو كده. انا بتلخبط من ايه يا ابني؟ تعالوا نشوف الهبل بقى اللي هم بيتلخبطوا بيه. انتوا شاطرين، انتوا حلوين، انتوا ان شاء الله مش هتلخبطوا. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها، اوسموسس يعني ميه، وميه يعني اوسموسس. حطها كده ايه، حلقه مش في ودانك بقى، يعني معلومه في ذهنك لا تفارقك. خلاص؟ اوسموسس يعني ميه، وميه يعني اوسموسس. يعني لو جيت قلت لك هي الميه بتتنقل بيه، قولي اوسموسس. هي الميه، قول اوسموسس. هو الاوسموسس بينقل ميه، يبقى اوسموسس يعني ميه، وميه يعني اوسموسس. حلت لك كده تقريبا 3/4 الاسئله، 3/4 الحاجات اللي بتلخبط فيها يعني. نيجي بقى لل3/4 التانيين. احنا قسمنا الحاجه 3/4، ما علينا. دلوقتي دي حاجه مهمه جدا 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 عايزاك تعرفوها. ايه هي بقى؟ ان انا عايزاكم تفتكروا هو ايه هو السوليوشن. السوليوشن يعني محلول. اللهم صل على النبي. يعني ايه محلول؟ يعني سولفنت، يعني ماده بندوب فيها، وماده بندوبها. يعني السكر في الشاي، سوري على لا شكلها وحش قوي، والله شكلها وحش قوي، عيب يعني، عيب. السكر في ايه؟ في الشاي. حلو كده عشان مدرسين اللغه العربيه الاعزاء. ماشي. يبقى انت لما تدوب السكر في الشاي او في الميه، او تدوب اي حاجه في تدوب اي حاجه في اي حاجه، المهم اللي انت بتدوب فيه ده اسمه سولفنت بالفي. معرفش ايه العلاقه، بس افتكرها وخلاص. طب والسوليت ده اللي احنا بندوبه في السولفنت. يبقى انا لو قلت لك عندي ميه دوبت فيها سكر، مين السوليت؟ السكر. مين السولفنت؟ الميه. عندي شاي دوبت فيه ملح، مش عارفه ليه ممكن حد يعمل كده، بس عندي شاي دوبت فيه ملح، مين السولفنت؟ الشاي. مين السوليت؟ الملح. ماشي. بس كده. اللي انا عايزاكم تعرفوه ايه بقى؟ ان لازم السوليوشن تركيزه، ومش هقول لكم بقى الكونسنتريشن ماس على فوليوم عشان دي كيمياء ما بحبش الكيمياء الصراحه يعني. المهم ان احنا عايزين الكونسنتريشن يبقى 100%. يعني لو انا قلت لك السوليد ده تركيزه 70%، يبقى السولفنت تركيزه كام؟ ها؟ 30%. طب لو انا قلت لك السوليد ده تركيزه 50%، يبقى السولفنت 50%. ليه؟ عشان لازم الاتنين في الاخر يدوني 100%. انا مش فاهم منك حاجه. هو يعني ايه تركيز اصلا؟ هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الله يخرب بيتك، ايه ده؟ بصوا يا جماعه، انا هحل لكم مشكله ازليه عن طريق كوبايه عصير المانجا لا تفارقني في شرح هذا الدرس. اللي هو ايه بقى؟ انت دلوقتي عندكم مانجايتين في التلاجة قربوا يبوظوا، فراحت ست الكل من وراكم في الخباثه راحت واخداهم وراحت حاطه عليهم الشفشه ميه. هي لازم تحط شفشه عشان كلكم تشربوا يعني، مش تعمل لواحد واحد لا يعني. وراحت ملي الشفشه ميه على المانجايتين دول، هم هيبوظوا خلاص، لازم نعملهم عصير معروفه يعني. طيب فحضرتك ايه ده؟ الله، عصير مانجا، تسلم ايدك يا ماما. ورحت واخد بق، ايه اول رياكشن؟ يا ماما ده يا ماما، ايه ده خفيف قوي، ده خفيف جدا يا ماما. هل ماما هتقعد تسألك الواد ده قصده خفيف يعني ميته قليلة، ولا خفيف يعني المانجا قليلة؟ مامتك عمرها ما هتعمل كده. مامتك هتقول لك بقول لك ايه يا حبيبي، هما كانوا مانجايتين في التلاجة هيبوظوا فاشرب وانت ساكت، ما تصدعناش. صح. طب خلينا بقى في يوم انتوا جايبين في شروة مانجا حلوة كده، وراحت ماما راحت عامله لكم عصير نفس الشفشه بتاع الميه، بس هتحط عليه كام منجايه؟
انتوا لسه شاريين بقى شروه بقى 5 بقى 6 بقى، هي بقى ومزاجها بقى لو راضيه عنكم يعني ممكن تحط لكم حبه حلوين كده. فانت هتدوق العصير تقول لها ده تقيل قوي يا ماما، تسلم ايدك والله تسلم ايدك. هل هي هتقعد تفكر تقيل يعني ميته كتير ولا المانجا كتير؟ هتقول لك بالهنا والشفا يا حبيبي، صح؟ هي فهمت ان المانجا كتير. وكذلك انا لما اقول لك على محلول ان هو مركز، يعني السوليت اللي فيه كتير. يعني ايه مركز؟ يعني السوليت نسبته كبيره، يعني السوليت 80% والسولفنت 20% بس. فبقينا نقول ان المحلول ده concentrated مركز. يبقى مش عايزاكم تتلخبطوا خالص بعد كده. قلت لكم concentrated يبقى مين اللي كتير؟ السوليت. ليه؟ علشان في الاخر هما الاثنين لازم يدوني 100%. عشان في الاخر هما الاثنين لازم يدوني 100% concentration. ارجوكم المعلومه دي هتحل لكم تقريبا والله كل اسئله الدرس ده، كل اسئله الاسموسس، وفي ثالثه ثانوي عشان الدرس ده موجود في ثالثه ثانوي. حته الاسموسس دي موجوده في ثالثه ثانوي. هتخلي الدرس ده بالنسبه لكم ميه. المعلومه دي ان السوليوشن عباره عن 100% تركيز بس. هو قال لك السوليد بتاعي ب 20%، خلاص يبقى السولفنت 80. يبقى المحلول ده مركز ولا مخفف؟ مخفف طبعا. اهو السوليد اللي فيه الحاجه اللي دايبه جوه الميه قليله يبقى خفيف، يبقى زي عصير المانجا اللي اتحط فيه مانجايتين. اتفقنا. ايه علاقه الكلام ده برضو بالحياه يا عم؟ اتقل تاخد حاجه نظيفه. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان الكونسنتريشن اوف ذا سوليوشن لازم لازم يبقى 100%. يعني مثلا لو السوليد كونسنتريشن اهو، السوليد كونسنتريشن ب 70، يعني اهو السوليد 70% والسولفنت 30%. ادي السولفنت 30%. والسوليوشن ده نعتبره ايه؟ نعتبره concentrated solution. ليه؟ عشان السوليوت اللي فيه اكبر من السولفنت، نسبته اعلى من السولفنت. طب لو عكسنا لو قلنا ان السوليوت ده 30% والسولفنت يعني الحاجه اللي احنا بندوب فيها اعتبرها ميه وخلاص ما تعرفناش بقى 70%، مين هيبقى ايه؟ هيبقى diluted. يعني ايه diluted؟ يعني مخفف، خفيف، مش خفيف الظل، لا خفيف التركيز، زي حضرتك كده وانت قاعد تتفرج على الفيديو على السرير ماشي. diluted يعني مخفف. اتفقنا. هنا بقى براجع معاكم سريعا انواع السولوشنز. ركزوا معايا عشان الحته دي مش هتلاقوها في اي كتاب، يعني مش موجوده في كتب خالص، بس هي بجد مهمه وهتفيدكم كتير وموجوده في ثالثه ثانوي. طيب احنا عندنا 3 انواع من السولوشن: هايبر وايزو وهايبو. اللي انت بتقوليه ده يا حاجه بطلي هبل بقى. بص يا عم على جنب كده، هايبر مش السوبر ماركت يهبل، هايبر يعني كتير، دي اساسيات، دي مش بنهزر. وهايبو يعني قليل. وايزو يعني ايكوال. هتقولي اشمعنى دي اللي كتبتها بالانجلش؟ هقول لك كيفي كده مالكش دعوه ماشي. يبقى هايبر كتير، هايبو قليل، ايزو متساوي. يعني ايه يا حاج؟ انا لما اقول لك ان ده هايبر تونيك سولوشن، هايبر يعني كتير، تونيك سولوشن، تونيك اعتبرها كونسنتريشن اي حاجه، هايبر تونيك سولوشن يعني من الكتير سوليدز. احنا اتفقنا بقى. يبقى المحلول اللي السوليدز بتاعته نسبتها كبيره بنسميه هايبر تونيك سوليوشنز. هايبر عشان ايه؟ عشان السوليدز اللي فيه كتير.
طب والمحلول اللي السوليت فيه والسولفنت قد بعض، يعني 50-50، السوليت والسولفنت قد بعض، دي 50% وده 50%، بنسميه ايه؟ ايزوتونيك سولوشن، عشان ايزو يعني ايكوال. هو ده مش هس، هو بجد، يعني هايبر يعني كتير بجد، وهايبو يعني قليل بجد، وايزو يعني ايكوال بجد، مش حاجات هس، عشان عارفه ان انتوا واحنا هنهس برضه بس الحاجات دي بجد على فكره مصطلحات علميه حقيقيه، ماشي؟ فلما تلاقوا ايزو في اي حاجه اعرفوا ان هي ايكوال، لما تلاقوا هايبر في اي حاجه اعرفوا ان هي كتير. يعني مثلا حاجه اسمها هايبر انسولينيميا، ده مرض، انت عندك انسولين كتير في الدم فبنسميه هايبر انسولين، مش لازم بس يعني فاهمين؟ اوكي والله العظيم انتوا فاهمين حاجه، بس احنا كلنا ايه بنمشي الدنيا يعني. ما علينا. طب هايبو، خلاص بقى ما احنا عرفنا بقى، هايبو يعني قليل، يعني سوليتس قليله وسولفنت نسبته كتيره، يعني مثلا هنا 70% ل 30%. زود بقى معاك ديستلد ووتر. يعني ايه ديستلد ووتر؟ ديستلد ووتر يعني ميه مقطره، انا مش عارفه انتوا هتبقوا عارفين الحاجات دي ولا لا، بس بيبقى فيه من الصيدليه كده كيس مليان ميه، كنا بنحبه قوي زمان يعني واحنا صغيرين، كنا بنتخانق عليه، مش عارفش دي ميه ايه بس كان الكيس ده يعني اللي بياخده بيبقى يعني خلاص هو بيبقى مليان ميه كده ورفيع وطويل، والميه اللي فيه دي بقى ديستلد، يعني ايه؟ ميه شايلين منها الاملاح بس كده، او املاحها قليله جدا. فيعني ايه املاحها قليله جدا؟ يعني السوليدز اللي فيها قليله بس مش عارفه كنت بتخانق على ايه الصراحه، بس يعني هي دي الديستلد ووتر. المصطلحات دي مهمه جدا، ماشي؟ ماشي. هتقولي انت بترجعي ليه؟ هقول لكم عشان بس اتاكد ان ايه، الهاي كونسنتريتد سولوشن او من الكونكتيف كونك دي اي حاجه كونسنتريتد، واللي هيكمل منكم فيلد ليه علاقه بالساينس يعني دي هتبقى غاليه عليه قوي، الا لو كانت في الاسيدز. انتوا طبعا مش فاهمين حاجه مني، بس هتفهموا يعني ان شاء الله لما تكبروا، مش لازم هتفتكروا كلامي ده لما تكبروا، مش لازم. طيب يبقى ايه هو الاسموسس؟ ايه هو الاسموسس؟ تقولي انا مش عارفه اوصل ايه هو الاسموسس ده، اقول لك لا مش هينفع، انت قلت، احنا قلنا ان اسموسس يعني ميه، ما تصغرناش يا كابتن، وميه يعني اسموسس. تقول لي يعني عايزه ايه؟ اقول لك بص بقى، اسموسس ده تعريفها ايه؟ بيقول لي هو الموفمنت اوف ووتر through a semi permeable membrane. يعني ايه semi permeable membrane؟ مالكش دعوه semi permeable membrane from a medium with high concentration of water to low او يعني الهاي concentration of water دي هياها low concentration of salts. ليه؟ يعني بيتنقل من المكان ده ليه low concentration of water high concentration of salt. وهنا بقى تبدأ ايه؟ قلة الأدب. والله تبدأ قلة الأدب. تبدأ ايه؟ أنا مش فاهم حاجة، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ بص يا باشا، تحت عنوان osmosis يعني حركة ميه. اتفقنا؟ احنا بقى هنموت ونعرف الميه بتتحرك من اللي فين. مش انا قلت لك ان اي حاجه بتتحرك من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن؟ يعني ايه؟ يعني من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. ما قلتش حاجه من عندي، ميه كتير للميه القليله، في حاجه صعبه؟ تقولي امال ايه قله الادب اللي انت عملتيها على السبوره اللي فاتت دي وقعدتي تقولي كلام غريب، اصلا انا اتلخبطت منك. اقول لك والله ما انا كمان ما بحبش الحته دي، بس مش انا قايله لكم. بصوا بقى التركايه، انا بديكم حاجات في ما علينا. التركايه ايه؟ ان انا لسه قايله لكم من شويه، لو انتوا يعني لسه مركزين معايا، يعني ان السوليت زائد السولفنت لازم يبقوا 100%. تقولي ايه علاقه ده بده؟ اقول لك اتقل تاخد حاجه نظيفه. الوتر هنا كتير،
يعني السوليوتس مالها، يعني اللي دايب فيها سولت او شوجر او العفريت الازرق، يا عم ما تغلبنيش معاك. السوليوت هنا كتير ولا قليل؟ مش الميه كتير؟ يعني السولفنت كتير اللي انا بدوب فيه عالي، يبقى لازم السوليوت يبقى ايه؟ قليل، صح؟ يبقى السوليوت قليل. يبقى من المكان اللي فيه ميه عاليه اللي هو نفس المكان اللي فيه سوليوت قليل، للمكان اللي فيه ميه قليله اللي هو نفس المكان. ما هو لو السوليوت قل يبقى السولفنت زاد، يبقى فيه سوليوت او سولت او شوجر اي حاجه كتير. تاني مش فاهم؟ بص يا عم، خلينا ناخد ايه امثله حلوه لذيذه جميله. انا لو قلت لك دلوقتي في سيل اهي وسيل اهي، خلاص اتنين واقفين جنب بعض كده، دي الكونسنتريشن بتاعتها 2% ودي 5%. تقول لي وجدتها، انا مركز معاكي من اول الحصه. انتي قلتي بنمشي من المكان اللي فيه هاي كونسنتريشن للمكان اللي فيه لو كونسنتريشن. برافو عليك. غلط طبعا. تقولي ليه؟ ايش فاهم يا ابني مش الووتر هنا، احنا متفقين ان هنا الميه اللي بتتحرك ووتر باي اوسموسس، صح؟ صح ونص. المكان اللي فيه ميه كتير، هتقولي طب وانا ايش عرفني ان دي بقى كونسنتريشن بتاعت ميه بقى ولا كونسنتريشن بتاعت اقول لك لا، ده انا قايله لكم المثال بتاع المانجا من شويه. احنا قلنا لما انت تقول العصير ده تقيل يا ماما عرفت ان المانجا هي اللي كتير. اشمعنى بقى انت بتسال الراجل وماما ما سالتكش؟ ما كلنا عارفين، ام لا اله الا الله عارفه ان العصير الخفيف منجته هي اللي قليله، الحاجه اللي دايبه جوه الميه هي اللي قليله، والعصير التقيل منجته كتير، يعني الحاجه اللي دايبه جوه الميه هي اللي كتير. صح. اشمعنى يعني جت على القرمط؟ هي يعني جت على القرمط؟ مش احنا قلنا ان ده الكونسنتريشن بتاعه عالي؟ يعني منجته كتير؟ يعني ميته قليله. هنا الووتر حضرتك هيبقى نسبتها كام؟ 95%. طب وهنا الووتر؟ قالك لا، ده هنا 2% بس تركيز، ده هنا عصير المانجا الخفيف مانجا قليله يعني ميه كتير، يعني هنا الووتر 98%. هيا يا باشا كده بقى قول لي بقى، الميه تتحرك منين لفين؟ ايوه كده، من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. يبقى دي خدعه، لذلك وبناء على ذلك انا اتبع هذه الطريقه في حل اي اسئله ليها علاقه بالاسموسس. والله العظيم بقول لنفسي، بقول لك ايه، انت هتصدعينا؟ انا بقول لنفسي كده انت هتصدعينا. هو جايب لك ايه؟ اصل هي اسئله الاسموسس كلها كده على فكره. والله افتحوا كده البوكلت بتاع الهوم ورك هتلاقوا اسئله الاسموسس كلها، ما عندوش افكار يجيبها يا عيني. ادي 3 خلايا مثلا، او خلينا خليتين عشان احنا لسه بادئين برضو. ايه في الهوم ورك هتلاقوا كل حاجه ان شاء الله يعني. لقيت هنا التركيز 95% وهنا 98%، وهو قال لك بلسانه في السؤال، هو انشك كده في لسانه وقال لك concentration of water. يبقى الميه هتتحرك by osmosis منين لفين يا حلو يا جميل؟ من 98 ل 95. ايه ده اشمعنى؟ قال عشان هو قال concentration of water. هو قال، يبقى انا ما اعرفش او ما خمنش او ما افتكرش ان اللي قدامي دي concentration of water غير لو هو قال بعظمة لسانه concentration of water. ما دون ذلك لا يا باشا، قال لي concentration وسكت، ما قاليش اوف جلوكوز. الراجل مش الصراحه مش هنقدرش نغلطه. ليه؟ عشان انت لما قلت لماما ان عصير المانجا خفيف هي فهمت ان المانجا هي القليله. هو قال لك ان دي 2% وهنا 10%. انت ليه بقى ما تفهمش ان دي يعني السوليت هي القليله ودي هنا السوليت كتيره؟
مالكش حق. يبقى نترجمها تاني. ها نترجم. هنا الووتر قد ايه؟ 98% ووتر. طب وهنا 90% ووتر. يبقى المية هتتحرك باي اوسموسيس من اللي فين؟ من المكان اللي فيه مية 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 كتير للمكان اللي فيه مية قليلة. اللي هو فين يا عم الحاج؟ دلني. انتوا سايبيني كده؟ سايبيني كده؟ لا دي 90%، سوري. يبقى مين هو؟ اهو ده 98%. يدخلوك طب دلوقتي ل 90%. مش عارفه بقى يدخلوك فين دلوقتي، ماشي؟ يبقى from high concentration of water to low concentration of a of water. يبقى اي مساله ملعبطه، مش عارفه ايه ملعبطه دي، رزله غلسه ملعبكه، هنحلها كده بابسط طريقه. اعرف ان يساوي ايكوال، قول لنفسك كده 100%. كل اللي انت محتاج تحط ايدك عليه دي concentration water ولا solute. والله لو هو ما قالش water يبقى concentration solute. لو هو قال بنفسه concentration of water خلاص مش هنكذبه، يعني هو اكيد مش بيكذب عليك واكيد مش بيضحك عليك، يبقى هي concentration of water. اتفقنا؟ اتفقنا. اتمنى ان هي تكون وضحت. ايه بقى ده؟ انا عايزه اشرح لكم الرسمه دي عشان هحل معاكم دلوقتي سؤال حاجه شبه كده. دي ريد بلاد سيل، تمام؟ مكتوب عليها يعني مش محتاجه كوكاكا، وداخل لها ميه. هي عشان يدخل لها ميه ده معناه ايه؟ معناها ان الميه جواها ايه؟ ميه جواها قليله، صح؟ الووتر هنا قليله والووتر بره كتير، صح؟ فالميه بتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. لحظه، يعني انا حطيت ايه هنا؟ حطيت سوليوت قليله، صح؟ حلو. يبقى الميه هتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. اوكي؟ ايه اللي هيحصل؟ هو لما هي تكتسب ميه، لما انت تجيب بالونه وتفضل تنفخ 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 فيها، ايه اللي هيحصل؟ تكبر 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 وبعد كده بوم تفرقع. ليه بقى؟ عشان انت عملت عليها بريشر زياده عن اللزوم، صح؟ تاني، هنا ده معناها ان هي جواها سوليت، هنعمل كده سوليت كتير جوه السيل دي، فقدرت تشفط ميه. سيبكم منها هنيجي لها كمان شويه. الله، حياتنا البيضه دي والله ما فاكره اللي كان موجود هنا. ماشي، هنا بقى بيقول لي remember. كان في هنا سولت شكله كان حلو قوي، مش عارفه ليه مش سولت كده، وكان هنا في قلوب كده ده سولت. هتقولي طب وهو بيحب في مين كده؟ تفتكروا بيحب في مين؟ في الووتر. تقولي ايه العلاقه القذره دي؟ ده يعني ميه اصلا الصوت لو دخل في الميه تدوب. اقول لك يعني هو من امتى يعني احنا بنحب العلاقات اللي مش قذره؟ ما هو كلنا في علاقات توكسيك، يعني جت على السولت والووتر يعني جاتش عليهم، يعني ما جاتش عليهم، خليهم براحتهم. المهم ان هم دايبين في بعض. والله العظيم انا بتكلم بجد، انتوا فاكرين يعني بهزر؟ والله العظيم دايبين في بعض، هم فعلا دايبين في بعض، مش قصدي كده. انت لما تجيب سولت، السولت المكان اللي فيه سولت كتير قوي الميه تروح، يعني السولت يروح لا تروح جايه على طول. ايه يا ستي ده تقلي شويه؟ لا 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 ده سولت. يعني ايه؟ يعني انا لو عايزه ميه ما اعرفش اجيبها كده، لازم يبقى معايا سولت. مش فاهم حاجه؟ اقول لك، يعني لو المكان ده فيه سولت او اي سوليت تاني او شجر او اي حاجه دايبه، يعني اي حاجه بتدوب، شاي، اي حاجه، ماشي؟ سولت شجر، بس احنا قلنا السولت عشان يعني نعمل حبكه دراميه يعني، ماشي؟ سولت هنا كتير قوي، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ وهنا في ووتر، ايه اللي هيحصل؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ الميه مش هتقدر تقاوم السولت، بيبسبس لها، هتروح داخله على طول.
يبقى المكان اللي فيه سولت كتير عنده قوة شفط مية كتير. يبقى تاني، السيل اللي عندها سولت كتير تشفط مية جامد قوي بقوة. طب وقوة شفط المية دي اسمها ايه؟ تقولي ايه ده، هو قوة شفط المية ليها اسم؟ اقول لك اه والله مش انت ليك اسم، هي ليها اسم، اوزموتيك بريشر. يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ يعني ترجمتها كده يعني قوة شفط المية. مين اللي عنده اوزموتيك بريشر كتير؟ اللي عنده سوليت كتير، يعني الهاي concentrated solution. صح ولا مش صح؟ مش عنده سوليد كتير، عنده سولت كتير، عنده شوجر كتير، عنده سوليد حاجه ده يبقى جوه كتير، يبقى هيشفط الميه كويس قوي قوي قوي، جامد، هيشفطها جامد جدا. طيب يبقى تعالوا نشوف بسرعه كده ايه هو الاوزموتيك بريشر. هو قوه شفط الميه. تمام تمام. يبقى هو البريشر هو ضغط، بس مش لبره، لا ده سحب، ده لجوه. بريشر تعالى، مش بريشر روح، لا بريشر تعالى. ماشي. It's the pressure that causes the passage of water. منين لفين بقى؟ through the semi-permeable membrane. يعني ايه semi-permeable membrane؟ قلت لك قبل كده مالكش دعوه، مش كل شويه هتسال وتحرج نفسك. due to the difference in the concentration of dissolved substance. يعني ايه؟ يعني هنا في concentrated solution جوه سيل، وبره في concentration قليله، فعندي اختلاف. عارفين الاختلاف في الكونسنتريشن ده زي الشراره كده. الشراره اللي هتبدا نقل الميه منين؟ من بره لجوه. ليه؟ عشان هنا الكونسنتريشن بتاعتي كتير، يعني السوليد كتير، يعني الاوزموتيك بريشر كتير، يعني قوه شفط الميه كتير. لو انتوا فاكرين بقى، لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان الروت بتاعنا ده مش روت خالص، ده حاجة بشعة جدا يعني. ما علينا ما علينا. طيب احنا لما بنقول ان ادي الروت اهو حلو، والاوسموتيك بريشر بتاعه عالي، مش احنا كنا لسه بنقول كده من شوية ان هو جواه سباكل الاوزموتيك بريشر بتاعها عالي، وقلت لكم ساعتها مش هتفهموا ايه الاوزموتيك بريشر، يعني ايه الاوزموتيك بريشر عالي، صح؟ مش قلت لكم كده؟ يبقى الاوزموتيك بريشر عالي ليه؟ تفتكروا ليه؟ قوة شفط المية عالية ليه؟ عشان البلانت يقدر يسحب مية. فهمتوا بقى ليه دي كانت من السيوتابيليتيز بتاعت الروت هير؟ كان لازم يبقى عنده قوة شفط مية عالية عشان يقدر يعمل الفانكشن بتاعته، عشان يقدر يشفط مية من بره لجوه براحته. اوكي؟ اتمنى ان هي تكون وضحت. طيب زي هنا في الصورة دي كده بيقول لي هنا في سوليدز كتير اهو، صح؟ في سوليدز كتير قوي، فحصل عندي اوزموتيك بريشر نقل الووتر، فالفرق في ارتفاع المية ده هو قوة شفط المية. انا كان عندي قوة شفط مية اني اروح شادد كل ده، يبقى لحد هنا كده. اتفقنا؟ ايه اتفقنا؟ طبعا ثرو اسيمي بيرمابل ممبرين، وهنفهم كمان شويه يعني اسيمي بيرمابل ممبرين، مش هحرجك تاني بقى خلاص. يبقى خلينا نفكر مع بعض كده في السؤال ده. بيقول لي يا ترى ايه هي العلاقه ريليشن ما بين الكونسنتريشن اوف سوليد، تركيز السوليد، والاوزموتيك بريشر. هيا حلوين فكروا معايا كده. احنا لو عايزين نرسم علاقه كده ريليشن، وحطينا هنا الكونسنتريشن اوف سوليدز، وحطينا هنا الاوزموتيك بريشر، كل ما نزود الكونسنتريشن بتاع السوليد. والناس اللي ما بتعرفش بقى تفهم في الجراف تركز معايا، وهنشرحه كمان شويه برضه بالتفصيل اكتر، بس ركزوا معايا. لو انا افترضت مثلا، او ممكن بصوا، بس انا عايزاكم تفكروا فيها الاول. طب لا خلينا نفكر فيها سوا الاول، بعد كده ابقى اشرحها لكم بقى ايه. طيب هنا concentration of solid
وهنا الاوزموتيك بريشر. كل ما ازود انا الكونسنتريشن اوف سوليد، كل ما ازودها ايه اللي هيحصل في الاوزموتيك بريشر؟ احنا قلنا سوليدز كتير يعني قوه شفط ميه كتير، ويعني ايه اوزموتيك بريشر؟ يعني قوه شفط الميه. يبقى كل ما ازود السوليد كل ما برضو الاوزموتيك بريشر هيزيد. انا عارف الكلام ده وابقى عارف ان هما دايركتلي بروبورشنال، بس مش بعرف ارسم الجراف. ده بقى اللي هنتعلمه دلوقتي. بس خلينا دلوقتي عارفين ان العلاقه دايركتلي بروبورشنال، هما مع بعض لما ده يزيد ده يزيد يا عمري. ماشي؟ ماشي. يبقى الاوزموتيك بريشر increases by increasing the concentration of solid. يبقى الاوزموتيك بريشر قوة شفط المية هتزيد كل ما نزود السوليد concentration. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى هنا كده نرسم الجراف اللي احنا قلنا عليه ده سوا مع بعض كده. عندي هنا الكونسنتريشن of solid، وعندي هنا الاوزموتيك بريشر. اتفقنا؟ عظيم. انا بقى عايزه اسالكم سؤال، ايه مشكلته مع الجراف؟ مش بتعرفوا تفهموه، مش بتعرفوا تقروه، فتعالوا نتعلم نقراه سوا مع بعض. مش الجراف ده البديهي ان احنا هنا عندنا زيرو، صح؟ حط ارقام، والله العظيم بجد حط ارقام، 1 2 3 4 5 6 7. طب وهنا حط ارقام برضو، 1 2 3 4 5 6 7. عادي؟ عادي. هو واحد يعني هو الجرافات بفلوس؟ عادي، حط اللي انت عايزه. طيب يا باشا، هو لما الكونسنتريشن اوف سوليد كانت بواحد، يعني حاجه قليله قوي، الكونسنتريشن بتاعت السوليد قليله، قوه شفط الميه الاوزموتيك بريشر يعني كان كتير ولا كان قوه قليله؟ قال لي لا، دي قوه قليله جدا. ده انا لما بعوز ازود قوه شفط الميه بزود الكونسنتريشن اوف سوليد اصلا. اقول لك بس حلو قوي، يعني وانت هنا قليل كنت هنا قليل برضو، صح؟ وصل النقطتين ببعض، هي دي اول نقطه معانا. طب ولما كنت انت الكونسنتريشن بتاعتك عاليه قوي، 7، كونسنتريشن عاليه جدا، الاوزموتيك بريشر قوه شفط الميه كانت عاليه ولا كانت قليله؟ لا، ده عاليه جدا جدا جدا. ده انا هنا في العالي اهو، وصل النقطتين ببعض اهو. يبقى ادي الجراف بتاعنا. طبعا ممكن تعمل نقط في النص، بس من الاخر هو هيطلع straight line اللي هو directly proportional. خلاص؟ اي جراف بقى في حياتك تقراه كده، حط ارقام وارسم نقط وشوف العلاقه ايه. اتفقنا؟ اتفقنا. وبرده الحته دي هنتدرب عليها في الكلاس شيت برده، يعني هحط سؤال كده برده ليه علاقه بالجرافات ده، عشان برده الدنيا ايه تبقى تمام ان شاء الله. هنا بقى ده سؤال بيقول يا ترى ايه اللي هيحصل لو احنا حطينا سيل. انا عايزاكم بقى تجاوبوا انتوا على السؤال ده معايا كده. لو احنا حطينا ريد بلاد سيل، تمام، مره في هايبرتونيك سولوشن، وبلاد سيل تانية جبناها وحطيناها في ايزوتونيك، وبلاد سيل تانية حطيناها في هايبوتونيك، يعني ويا ريت نوقف الفيديو فعلا ونحل، ماشي، عشان تتاكدوا ان انتوا فهمتوا. انا عندي اهو 3 محاليل، وجبت ريد بلاد سيل، خلاص حطيتها في هي نفس الريد بلاد سيل، اوكي. هنا كان هايبرتونيك، على طول كده على طول نترجم. يعني ايه هايبرتونيك؟ يعني سوليد كتير، فبالتالي ميه قليله، ووتر قليله. تاني حاجه حطيته في ايزوتونيك سوليوشن، ايزوتونيك سوليوشن. يعني ايه ايزوتونيك سوليوشن؟ يعني السوليد والسولفنت ايكوال، مفيش فرق في الكونسنتريشن. طيب على فكره معناها مفيش فرق بالكونسنتريشن ما بين السوليوشن اللي بره والسيل. ده معنى ايزوتونيك سوليوشن، ان اللي بره تركيزه زي اللي جوه بالظبط، مفيش فرق ما بينهم في الكونسنتريشن. وجيت هنا حطيت هايبو بقى، هايبوتونيك
solution. يعني ايه هايبوتونيك؟ احنا اتفقنا يعني solute قليلة، يعني solvent، او خلينا بقى water عشان ما لخبطكوش، يعني water كتير. صح؟ صح. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ هو سؤاله هنا ايه اللي هيحصل؟ تفتكروا انتوا ايه اللي هيحصل؟ هقول لك على حاجه، احنا مش بنبص غير للميه بس عشان نحل. بص بقى السهوله بقى، مش هنا الميه قليله؟ يعني هنا الميه كتير، على طول ترجم كده. الميه كتيره يعني هنا الميه كتيره هتعمل ايه؟ هنا ميه كتير هنا ميه قليله، يبقى الميه هتروح من اللي فين؟ من جوه السيل لبراها، يعني السيل هتفقد ميه. طب لما تفقد ميه يحصل فيها ايه؟ تنكمش، شرينك. بس كده. طب الايزوتونيك هما الاثنين نفس الحاجه، مش احنا اتفقنا ان الديفرنس في الكونسنتريشن هو ده اللي بيعمل لي الشراره اللي بحرك بيها الميه؟ طب هما الاثنين دلوقتي قد بعض، مفيش شراره خلاص، يبقى كده نو تشينج. طب هنا ميه كتيره بره، يعني ترجم على طول، يبقى ميه قليله جوه، يبقى الوتر هتحرك منين؟ من بره لجوه السيل، يعني السيل هتكتسب ميه، حجمها هيكبر صح لحد ما تفرقع، يبقى ممكن نقول سويل وممكن نقول بيرستس. مين الاصح؟ دي بقى حكايه وروايه، دي حكايه وروايه. بيرستس دي لاي انيمال سيل اكتسبت ميه، انيمال سيل اكتسبت جيند ووتر، بنقول انها بتفرقع. طب وتنتفخ دي البلانت سيل. طب ايه الفرق؟ انا ممكن طبعا اقول لكم استنوا فيديو الهومورك علشان تعرفوا، بس مش هعمل فيكم كده عشان ما نبقاش زي بتوع برضه توب بتوع التيك توك، انا هقول لكم على طول. ايه الفرق الجوهري ما بين البلانت سيل والانيمال سيل؟ البلانت سيل عندها سيل وول، الانيمال سيل ما عندهاش. الانيمال سيل عامله كده، ادي الانيمال وادي البلانت سيل. تقول لي ايه الفكره يعني؟ اقول لك السيل وول ده عامل زي الدرع، ماده الاستيك بتمط معاك، فبالتالي لما السيل تكتسب ميه ما تفرقعش، تتنفخ بس ما تفرقعش. مين اللي تفرقع؟ الريد بلاد سيل، زي اللي كانت بتفرقع شويه. انا مش هين عليا امسح بتاع، شكلها حلو والله، صوروها بقى او سكرين شوت او اي حاجه. ماشي ماشي، ما علينا، احنا حليناه بقى خلاص. اوكي يبقى الانيمال سيل هتفرقع، بلانت سيل هتسويل، هتنتفخ بس. ماشي. طيب يعني ايه بقى permeability phenomena؟ فشفتوا لما عمال اقول لكم سيمي بيرمبل صح؟ permeability يعني نفاذيه، بس كده والله العظيم. permeability بكل بساطه يعني نفاذيه. قال لي السيل وولز عندها 3 types of permeability. ايه هم يا عم؟ قال لي اول حاجه ان هي تبقى طيبه خالص، طيبه جدا، تبقى permeable. يعني ايه permeable؟ يعني اي حاجه تقولها طب عدي خلاص، طب بصي، طب عدي طيب قوي. permeable لمين؟ للووتر والمينرال سولتس. زي مين؟ الاكزامبل بتاعنا السليلوز موجود في البلانت سيل وولز، بيعدي الووتر، ما بيقولهاش لا، والسولتس ما بيقولهمش لا، عدوا مش مشكله، انا طيب وهعديكم. تقول لي هو في حد ممكن ما يعديهمش؟ اقول لك طبعا، زي اللي جاي ده امبيرمبل للووتر برضو. والله للووتر برضو. ازاي؟ وفي حاجه امبيرمبل للووتر؟ والله هو كده غلس تنح. يا عم عايز اعدي، لا مش هتعدي. يا عم ده انا مفيش خالص، انا رفيعه والله اعدي على طول، لا مش هتعدي. ليه كده؟ هو انا كده. يبقى دونت الاو، يبقى الامبيرمبل غير نفاذ، دونت الاو. اعتقد مش محتاجه يعني. زي مين؟ احفظوهم بقى زي اساميكوا دول، احنا هنكملوا معاكم لحد ثالثه ثانوي برضه. عدتوا انا ممكن ثالثه ثانوي مره في السنه بقى ان شاء الله. ليجنين والكيوتين والسيوبرين، الثلاث حاجات دول ما بيعدوش الميه.
تقول لي يعني ايه يعني؟ هنفهم حته البتاع ده اكتر، بس انا عايز اسالكوا سؤال. احنا لسه واخدين الرود هير صح؟ لو سالتكم هل ممكن الاقي في كيوتين ديبوزيشن هنا؟ الاقي هنا كده في كيوتين؟ ده ممكن يحصل؟ ها؟ ينفع الاقي هنا كيوتين؟ تقولي ده يبقى هبل، ده يبقى عبط، ده يبقى عبث. ليه يا عم ده كله؟ قالك اصل مهمة الروت ان هو يمتص مية. انت حاطط له مادة ما بتحبش المية، هيدرو فوبيك. هيدروفوبيك يعني ايه؟ يعني مادة كارهة، مش بتخاف من المية، لا والله فوبيا مش فوبيك، يعني يعني بتكره مش بتخاف منه، ماشي؟ كارهة للمية ما بتحبهاش. طب وهيدروفيليك؟ هيدروفيليك يعني بتحب المية. فيليا يعني حب، عشان كده احنا مسميين البتاع بايوفيليا. بصوا عشان يعني لو حد برضه مش فاهم، اسمها بايوفيليا يعني بنحب البيولوجي، فاهمين؟ والجروب اسمه بايوفيليانز يعني الناس اللي بتحب البيولوجي، فاهمين؟ ماشي. انا جبت لكم دي مثال بس هي مالهاش علاقه. بس بصوا الماده بيحصل فيها ايه اول ما تدخل في الميه؟ كارهه للميه، بتترتب بطريقه معينه ان الميه ما تلمسهاش. يعني هي شوفوا بتدخل بقى وبتطلع باودر، فاذا هي ما امتزجتش مع الميه يبقى هيدروفوبيك. يبقى الحاجه اللي ما تمتزجش مع الميه هيدروفوبيك. مين هم الحاجات دول؟ كيوتين، سيوبرين، ليجنين. يبقى انا لو عايزه اغلف حاجه ما يخشلهاش ميه اغلفها بكيوتين، زي الزيت بالظبط وزي الشمع. مش انت لو حطيت زيت على ايدك او شمع هتلاقي الميه بتهرب من عليك كده، مش ايدك ما بقتش تمتصها، صح؟ ليه؟ عشان انت حطيت ماده كارهه للماء، هيدروفوبيك ماتيريال، ماشي؟ فالثلاث حاجات دول ما بيحبوش الميه خالص. حاولنا نفهم ايه السبب بس ما قدرناش نوصل يعني صراحه. سيمي بيرمبل بقى اللي هو يعني حد كده متردد، ادخلك ولا مدخلكش، ادخلك مش عارف يعني، مش مثبت موقفي من ناحيتك الصراحه. فقال لي بص انا هعدي، هسمح بمرور الوتر، كتر خيرك، وهتحكم في السولتس. ليه يا عم هتحكم في السولتس ليه؟ قال لك معلش اصل انا في سولتس ممكن اكون مش محتاجها، ادخلها ليه؟ هو هي زريبه؟ انا مش محتاجها مش هدخلها. ماشي يا عم كنترول براحتك. وفي حاجات تانية همنع دخولها. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده ليه كده؟ انت كنت حلو. قال لك لا اصل انا سيمي بيرمابل ممبرين، يعني بين البنين، لا انا بعدي كله ولا انا ما بعديش خالص. انا فيا فتحات بس صغيره ضيقه، فلو حضرتك جبت لي حاجات ينفع اعديها صغننه كده تعدي مني مش هقول لك حاجه دخلها، بس لو جبت لي حاجات كبيره ضخمه هتعرف تعدي؟ لا. يبقى هبريفنت سم ماتيريالز. ليه؟ عشان السايز بتاعهم ممكن يبقى كبير قوي، وعشان الكونسنتريشن بتاعتهم. مش لو الكونسنتريشن بره قليله وجوه كتير هيبقى صعب ان انا ادخلهم؟ مش مستحيل بس صعب، صح؟ احنا اتفقنا بقى. والتشارج، ايه علاقه التشارج؟ فكك مش عليكم بجد، مش عليكم اي تفاصيل ليها، بس في تشارج بتخليني مش عارفه ادخلها، خلاص بتعمل ريبالشن، ماشي؟ ماشي. لكن يعني هنا في مواد اهي احنا عملنا لها بوابات تعدي منها، وفي مواد بتعرف تعدي من الممبرين على طول زي الاورنج ده كده، وفي مواد بتيجي تخبط وترجع تاني مش ينفعش تعدي. دي ما ينفعش تعدي، ستيل مش محتاجاها، اتفقنا؟ يبقى هتلاقي في حاجات بتدخل ببوابات، في حاجات بتدخل على طول، في حاجات ما ينفعش تدخل اصلا. اوكي؟ كله على حسب ايه؟ على حسب احتياج الخليه. زي هنا كده مثلا بصوا ادي البلازما ممبرين، سيمي بيرمبل ممبرين. احنا اتفقنا سيمي بيرمبل يعني مخرم، لا هو هيعدي كل حاجه ولا هو مش هيعدي حاجه خالص. very tiny pores يعني عنده فتحات صغنونه جدا، very tiny pores بتمنع البرميبيليتي اوف شوجر اند امينو اسيدز. ليه بقى؟ اصل الشوجر والامينو اسيد دي حاجات كبيره ضخمه، شايفين هنا كده واقفه بره ازاي؟ شايفين؟ مش عارفين نعديها من الاخرام الصغيره دي. as they are large sized حجمهم كبير قوي،
طب وبتسمح بمرور مين؟ الووتر. في حاجات هتعدي عادي، بس في حاجات حجمها اكبر من ان انا اعرف ايه اعديها. دي فكره السيمي بيرمابل ممبرين. ومن هنا تيجي السلكتيف بيرميابيليتي، يعني للتناكة عنوان. سلكتيف بيرميابيليتي يعني حاجه قاعده تنقي، ده هدخله، ده مش هدخله، ده هسمح له يدخل، ده مش هسمح له يعدي. اتفقنا؟ هي دي السلكتيف بيرميابيليتي بمنتهى البساطه، وكله على حسب احتياج البلانت according to the plant needs. يبقى الفينومينا اللي بتكنترول، بتتحكم في passage of substance، تمام، through the plasma membrane، عبر البلازما ممبرين. يا ترى في حاجات هتعرف تعدي allowed to pass freely، عادي انت مش هقولك حاجه. في حاجات هتعدي بس ببطء على حسب احتياجنا ليها، وفي حاجات مش هتعدي خالص according to the plant needs. تمام؟ تمام. هنا كده دي حاجة سريعة مش عليكم يعني، بس هتلاقوا ان هنا في حاجات بتعدي عادي جدا، هنا في حاجات بتعدي بس مش كلها، يعني نسبة صغيرة منها. هنا برضو نسبة صغيرة هي اللي بتعرف تعدي. هنا في ايونز مش بتعرف تعدي خالص. فهي دي فكرة السلكتيف بيرميابيليتي، ان انا بنقي مين اللي يدخل ومين اللي يعدي ومين اللي لا. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بقى لأسهل طريقة امتصاص ممكنة، هي الامبيبيشن. الامبيبيشن يعني الامتصاص، يعني سبونج بوب. بصوا هو كان اصلا سفنجة، بس هو عشان عايش في المية على فكرة فنفش، لكن لو طلع فوق هيصغر، هينكمش كده. ليه بقى هو نفش؟ عشان عنده قوة عنده قدرة على شفط المية. تمام؟ يبقى ايه هو الامبيبيشن فينومينا ده؟ ان انا اقدر امتص ميه زي الفوطه اللي عند حضرتك كده في البيت. انت بتنشف فيها وشك ليه؟ ليه في حاجات لما بتيجي تنشف وشك بيها، يعني لو انت عايز تنشف وشك بحاجه مثلا، اي حاجه قدامك كده ومسكت تيشيرت مثلا قدامك، ساعات ممكن تلاقيه مش بينشف حلو عشان الامبيبيشن عنده قليله. بس الفوط الحلوه النظيفه لا، الامبيبيشن بتاعها هيبقى عالي قوي. ليه؟ تنشف بيها تلاقي الميه امتص كده وطريه كده وحلوه على وشك، عشان الامبيبيشن بتاعها عالي. اتفقنا؟ طب والامبيبيشن ده ايه اللي بيتحكم فيه؟ قال لي بيتحكم فيه الكولويدال سبستانسز، هم اسمهم كده مواد كولويدال، بتقدر تزود لي الامبيبيشن. طب لو الامبيبيشن زادت، لو الامبيبيشن زادت يعني ايه؟ يعني انا قدرت امتص ميه اكتر، صح؟ يعني الابزوربشن زاد، صح؟ يعني الحجم بتاعي كبر، لان انا لما امتص ميه هكبر. قلت لكم زي سبونج بوب كده، سبونج بوب كان اهو، شوفوا عامل ازاي، امتص ميه راح كبر على طول. increase in volume، swell تنتفخ and increase in volume. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لي ده هيدروفيليك، شفتوا بيقول لي ايه؟ هيدروفيليك، بيحبوا الميه، بيشفطوها، بيسحبوها، بيحبوها، فخلاص. تمام؟ يبقى الهيدروفيليك كولويدال سبستانسز اللي هم مين الاكزامبلز بتوعهم؟ السليلوز، ده اللي موجود في البلانت سيل وولز، اللي هنلاقيه بقى فين؟ في الروت هير. هنلاقي هنا سليلوز كتير قوي في البلانت سيل بتاعته، في السيل وول بتاعته. ليه؟ عشان تساعده يمتص ميه، صح؟ طبعا. وهنلاقي كمان ايه؟ بيكتين او اكزامبل، يعني بيكتين. يبقى المواد اللي بتعمل امبيبيشن كويس هي سيلولوز، بيكتين، وبروتوبلازميك بروتين. دي الامثله اللي عليكم، سيلولوز، بيكتين، وبروتوبلازميك بروتينز. ماشي؟ ماشي. نيجي بقى للاكتيف ترانسبورت فينومينا. بصوا كده، الاكتيف ترانسبورت فينومينا هي الفقير يدي الغني. ينفع؟ هو ينفع الفقير يدي الغني؟ ممكن، بس هيفكر كتير قوي، صح؟ هيبذل طاقة كتير قوي. يعني انا معايا 5 جنيه وهو معاه 15 وعايز ياخد مني، هيقعد يفكر كتير قوي، اديه ولا ما اديلوش، اديه ولا، صح؟ ففي حاجة عندنا هنا اسمها اكتيف ترانسبورت. يعني ايه اكتيف ترانسبورت؟ يعني اي حاجة تمشي من اللو للهاي، يعني تمشي against
concentration gradient. الطبيعي كان من الكتير للقليل. اول ما الاقي نفسي بدي من القليل للكتير يبقى انا كده بقيت عكس الطبيعي، بقيت against concentration gradient، بقيت محتاجه ATP، لاني هعمل ده بالقوه بالغصب by force، والحاجه اللي تتعمل بالقوه تبقى مش طبيعيه. انت بتصطنع الابتسامه لا، لما تضحك عادي من غير اي ضغط هتلاقي نفسك بتضحك عادي، لكن لو بتضحك تحت ضغط هتلاقي نفسك بتبذل مجهود، مش طايق نفسك عشان تضحك. فاي حاجه بتتعمل تحت ضغط يبقى عكس الطبيعي، وعكس الطبيعي يعني against concentration gradient، يعني from low to high. اتفقنا؟ يبقى هي الموفمنت بتاعت الايونز from low concentration to high concentration. اتفقنا؟ against concentration gradient، يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ against concentration gradient. لازم 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 نستعمل ATP، يبقى active transport على طول على طول ATP على طول. ATP هي energy. اوكي؟ اوكي. طيب يعني هنا كده ده هو كتير عنده كتير، بس لسه باصص للحبه القليلين اللي هنا دول، فهنقول له لا عندك استعمل بقى حبه ATP، استعمل انرجي. مش انت عندك كتير ولسه عايز تاني؟ لا، يبقى هات بقى انرجي من عندك، استعمل ATP لازم. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى active transport against concentration gradient لازم نستعمل ATP. طب ليه؟ ليه لازم؟ عشان صعب ان الفقير يدي الغني، صح؟ صعبه عشان force these ions، وطالما هنفورس against concentration gradient عكس الطبيعي يبقى احنا محتاجين فورس، محتاجين energy، محتاجين ATP. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي، دي كانت الحصة. تعالوا بقى نلم الدنيا. يعني ايه؟ احنا كانت ايه اصلا الهدف بتاعنا؟ عشان لو سقطت ولا نسيت ولا حاجة، احنا كنا عايزين نعرف ازاي الووتر بيحصل لها ابزوربشن هي والسولتس من الروت للزايلم. صح. احنا درسنا يعني ايه ابزوربشن كله، طرق الابزوربشن كلها بتاعت كل حاجة في الدنيا. مين منهم كان ينفع للووتر؟ انتوا قال يعني الجزء اللي جاي ده بقى الصراحة يعني انتوا المفروض تقولوا معايا، يعني انا هجري فيه اصلا، احنا كل ده شرحنا خلاص. مين اللي بيحصل لهم ووتر ابزوربشن؟ مين اللي احنا ممكن نستعملهم عشان نمتص ميه؟ طبعا الاسموسيس، صح، والامبيبيشن، صح، امبيبيشن. في حاجه تانية من اللي احنا خدناهم افكركم، احنا خدنا ديفيوجن، اوسموسيس، امبيبيشن، اكتيف ترانسبورت، وبرميابيليتي. في حاجه منهم للووتر، هو خلاص كده اوسموسيس وامبيبيشن. الامبيبيشن عشان اشفط الميه، والاوسموسيس عشان احركها. ايه ده؟ دي اتحلت اهي. والله اتحلت. قال لي بصي، احنا اول حاجه هنشفط الميه هنا كده، هندخلها هنا كده باي امبيبيشن. تمام. وبعدين مش انا هنا بقى عندي هاي كونسنتريتد سولوشن، ميه قليله، لان الميه هنا كترت، مش انا عملت امبيبيشن وكترت الميه هنا قوي، فبقى هنا ميه كتير وهنا ميه قليله. طب والميه بتتحرك منين؟ من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، فاقدر امتص الميه وادخلها جوه فين؟ جوه الساب فاكيول، ومن الساب فاكيول انقلها لحد ما اوصلها للزايلم. صعبه دي؟ ان شاء الله ما تكونش صعبه، احنا بس بنوظف اللي احنا درسناه مش اكتر. فبيقول لي اهو ادي الامبيبيشن، ان الووتر هتبدا تدخل جوه هنا، هتعدي كده من بره ده، تمام؟ يعني مش هتدخل الساب فاكيول. الامبيبيشن مش بتدخل ووتر حته، هي بتمتصها، يعني اكننا بنجمع الووتر هنا كده زي السبونج بالظبط، تمام؟ هنا كده هنجمعهم، وبعدين يتنقلوا باي اوسموسيس. ليه؟ عشان بقى هنا في ووتر كتير، ما انا جمعتهم، وهنا ووتر قليله،
عشان ما فيهاش حاجه، فتبدا تتنقل لها باي اوسموسس. اتفقنا؟ يبقى تعالوا كده بسرعه. يبقى الروت هير كفرد باي ايه بقى؟ ثين كولويدال لاير. الكولويدال دي بتعمل ايه يا عم الحاج؟ بتعمل امبيبيشن، بتساعدني امتص الميه، اجمعها عندي على السيرفس بتاعتي، وبعد كده اسمه ايه ده؟ بايو سويل containing water solids so that the cellulose and plasma was absorb water by a imbibition phenomena. يبقى انا هاخدهم من بره اجمعهم عندي في البلازما ممبرين او السيلولوز ممبرين هنا كده. تمام. بعد كده احركهم باي اوسموسس. خلصنا بقى اهو اوسموسس. الميه هتمشي من الابيديرمال سيلز باي اوسموسس فينومينا. ليه يا عم الحاج؟ عشان عندي ووتر موليكيول كونسنتريشن بقت كتير، وجوه السبفاكيول الكونسنتريشن بتاعت الووتر قليله، يبقى الووتر تمشي من بره السبفاكيول لجوه السبفاكيول. طب الحمد لله دخلت الووتر السبفاكيول، عملت امبيبيشن، بقت هنا كده على الجدار من بره، رحت ممتصاها بالاوسموسس. حلو، عشان هنا بقى في ووتر كتير وهنا ووتر قليله، وبعدين ابدا انقلها للسيلز اللي جنبي. بصوا كده اهو، هبدا انقلها من سيل للتانيه، من سيل للتانيه، من سيل للتانيه، لحد ما توصل للزايلم. مش ده اللي احنا كنا عايزينه؟ ده اللي احنا كنا عايزينه. احنا كده نقلنا الووتر من بره لحد الزايلم، الحمد لله تمت بحمد الله. فاضل مين؟ فاضل ننقل السولتس. تقول لي بس هي يعني مهمه؟ الصراحه انا زهقت. هو السولتس دي مهمه للبلانت؟ يعني من غير سولتس يعني يحصل له حاجه؟ اقول لك طب تعالى نجاوب على السؤال ده سوا، انت جاوب عليه. هو احنا منين نعرف السولتس مهمه ولا مش مهمه؟ نعرف منين؟ لو شلناها ولقينا اختلاف. يعني انت لو عايز تعرف الحاجه دي مهمه في حياتك ولا لا، شيلها. لو عايز تعرف ان انت بتروح الجيم مهم في حياتك ولا لا، بطل تروح الجيم. لو تخنت وفشولت وحياتك بقت كبيسه، يبقى الجيم مهم في حياتك. طب لو انت زي ما انت مش مهم. فاحنا عملنا كده، شلنا الصوت عادي جدا. ايه اللي حصل بقى؟ لقينا ايه اللي حصل؟ لقينا ان البلانت لا بقى يطلع فروت ولا فلاور. وعلى فكره الفروت هي الفلاور، ودي حاجه هتدرسوها في ثالثه ثانوي. يعني الطماطمايه دي كانت اصلها زهره، فالزهره بتطلع الطماطمايه، ما علينا. المهم ان هو ما بقاش يعمل فروت ولا فلاور. وايه كمان؟ ده ساعات البلانت فيجيتيتيف. يعني ايه فيجيتيتيف؟ يعني ايه حته خضراء في البلانت اللي هو كله. يعني السيلز بتاعت البلانت نموها بيقف. الله، ده كده السولتس مهمه قوي. قالك قوي، السولتس مهمه جدا في حياه البلانت، فاحنا محتاجين نعرف هم ايه وبيمتصوهم ازاي. يعني هنا كده اهو، بصوا في سولت اهو في السويل. اتفرجوا بقى اللي هيحصل. البلانت امتصوا، شوفوا ايه اللي حصل في البلانت. كبر وبدات الروتس بتاعته تكبر، صح؟ فالسولتس مهمه جدا جدا في حياه البلانت. اللي هم ايه بقى السولتس دي؟ قال لك خلاص احنا كده حطينا ايدينا على المشكله، ان البلانت محتاج مواد تانية، elements تانية مهمه essential غير الكربون والهيدروجين والاكسجين. ما بقتش واقفه على قد الثلاثه دول، لا ده احنا محتاجين سولتس، محتاجين مينرالز. السماد، صح؟ الناس اللي بتزرع الكلام ده، احنا محتاجين اسمده، محتاجين حاجات تظبط البلانت، ده البلانت تعبان مننا، صح؟ يبقى محتاج سولتس مهمه. طيب ايه هم السولتس دي بقى؟ قسمناهم لمجموعتين، ماكرو ومايكرو. واكتب يا ابني مع هايبر وهايبو وايزو ماكرو ومايكرو. ماكرو يعني لارج، ماكرو يعني لارج، ومايكرو يعني صغير سمول. عشان كده هو اسمه مايكروسكوب، ما اسموش ماكروسكوب، لا هو اسمه مايكروسكوب عشان هو بيشوف الحاجات الضئيله الصغيره، فاسمه مايكروسكوب. نبطل فلح بقى، اسمه مايكرو مش ماكروسكوب. ماشي. ايه بقى الماكرو نيوترينز؟ قال لي الماكرو نيوترينز دي اللي البلانت محتاجهم كتير. مش هما ماكرو يعني كتير كبير؟ يبقى البلانت محتاج كتير ماكرو نيوترينز. يبقى اهو اللي البلانت محتاجهم in considerable quantities. يعني ايه considerable؟ يعني كميات معتبره، كميات محترمه، ما تنقطنيش، لا اديني حبه حلوين.
ماكرو نيوترينتس. طب والمايكرو نيوترينتس؟ قال لك لا ده عايز منهم فيو ملي جرامز، حبه صغيرين، لدرجه ان احنا ممكن نسميهم تريس اليمنت. يعني اليمنتس بواقي كده، حاجه صغيره، تريسز، حاجه ضئيله بسيطه. اتفقنا؟ اتفقنا. مين هم بقى؟ طبعا انا عارفه ان انتوا بتعشقوا البصمجه، والله العظيم، وانا كمان. بصوا بقى فككوا بقى، بصوا بقى. الماكرو هنلخصهم فيه كي ني صب مج كافيه. كنا ممكن نعملها نسكافيه بس مرضناش عشان المقاطعه، ماشي؟ فهي كي نصب مج كافيه. ايه ده؟ دي الماكرو نيوترينتس. تاني، كي ني صب مج كافيه. كي نصب مج كافيه، ماشي؟ كي نصب مج كافيه. المايكرو نيوترينتس بقى، بصوا بقى، هنقول كلب منال كمه زنكو ايودين. تاني، كلب منال كمه زنكو ايودين. فين الكلام ده؟ اهو، كلب منال كمه زنكو ايودين. يبقى تاني، كلب منال كمه زنكو ايودين. مالكش حجه اهو، خلاص بصمجناهم. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه اهميتهم؟ قالك المايكرو نيوترينتس بتساعد في حبه حاجات، بتعمل حبه انزيمز واكتيفيتور وكده، يعني ما ليها دور. طب هنا بقى بصمج برضو، الحته دي حفظ اصلا. بص، النيتريت والفوسفات والسلفات، هتقولي ايه ده كانوا نيتروجين وفوسفورس ورا. هقول لك ما دي الاملاح بتاعتهم. روح ذاكر كيمياء بقى، طيب، يبقى النيتريت فوسفات سلفات بتعمل، او سوري بقى، بتحول الكربوهيدرات لبروتين. يبقى تاني، نيتريت فوسفات سلفات بتحول الكربوهيدرات لبروتين. اتفقنا. بصمجنا. ليك حجه؟ مالكش حجه. طب الفوسفورس بيدينا اي تي بي. خلاص، يبقى الفوسفورس اي تي بي على طول، بيساعدنا ان احنا نعمل الانرجي كارير كومباوندز اللي هي اي تي بي. يعني ايه انرجي كارير كومباوندز؟ يعني حاجات بتشيل انرجي. يعني ايه؟ مالكش دعوه، لسه هنفهمها كمان شويه قدام، كمان كام حصه كده ان شاء الله. طب الايرن مهم قوي في عمليه الفوتوسينثيس بروسيس. يعني لو قال لك انا حصل عندي مشكله في فوتوسينثيس بروسيس، مين يا ترى العنصر اللي كان ناقص عندي؟ اقول له ايرن. تمام؟ طيب، المغنيسيوم في الكلوروفيل محتاجه احفظها، هندرسها بالتفصيل المفل، كان اسمه ايه؟ الممل، الحصه الجايه ان شاء الله. ان المغنيسيوم كلوروفيل، واساس الكلوروفيل هو المغنيسيوم. خلاص، يبقى انت احفظ بس ان الفوسفورس اي تي بي، والايرن فوتوسينثيس بروسيس، والباقيين بصمجناهم بقى. خليك ايه؟ ناصح. طب عايزين نمتصهم تاني اهو. الماكرو نيوترينتس كي نصب مج كافيه، ماشي؟ طب والمايكرو، كلب منال، فين الكلب؟ اهو، كلب منال كمه زنكو ايودين. اتفقنا. طب عايزين نمتصهم، انتوا قولوا لي بقى هنستعمل مين من الطرق الكتير اللي احنا خدناها؟ الجزء ده انتوا المفروض تقولوا معايا. اكيد ديفيوجن. حد بقى يقول لي اسموسيس، هقطع رقبته اللي يقول لي اسموسيس، لان احنا قلنا اسموسيس يعني ميه يعني اسموسيس، وانا بقول لك سولتس، ابزوربشن اوف سولتس. ما تقوليش اسموسيس بقى، ما تقوليش امبيبيشن بقى، خلاص. يبقى الباقي، يبقى ديفيوجن، سيلكتيف بيرميابيليتي، هختار ايه السولت اللي اعديه وايه السولت اللي اسيبه بره، واكتيف ترانسبورت، ودي هناخد عليها اكسبيرمنت في اخر الحصه ان شاء الله. تمام. الديفيوجن، والله قال لي انا هعدي الهاي كونسنتريتد سولت، السولت كتير متلقحه بره في السويل وانا البلانت عايزها، خلاص اهو، من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن وذ كونسنتريشن جريدينت، عادي جدا، مش هعمل اي حاجه، من المكان اللي فيه كتير للمكان اللي فيه قليل، عادي.
السولتس هتتنقل. طيب هنا بقى نعمل وقفه. بيقول لي ان في solute molecules اللي هي element ions diffuse independently from each other and from water itself. يعني ايه؟ يعني الحاجات بيحصل لها diffusion ملهاش دعوه ببعض. يعني ما لاقيش الصوديوم داخل يقول معلش انا عايز البوتاسيوم معايا، لا عادي، الصوديوم يدخل لوحده، كالسيوم يدخل لوحده، الميه تدخل لوحدها. عشان كده احنا درسنا طرق مختلفه، طرق امتصاص الميه وطرق امتصاص السولت، لان هما مالهمش علاقه ببعض. قال لي من البوزيتيف ايونز بنسميها كاتاينز. يبقى الاين لما يبقى بوزيتيف، سوري ده المفروض بوزيتيف، تمام، بنسميها كاتاين، ولما تبقى نيجاتيف بنسميها اناين. واداك امثله، البوتاسيوم اهي في بلس اهي متلقحه يبقى كاتاين، النيجاتيف اينز اهي نيجاتيف 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 يبقى اناين. ودي كيمستري برضه، ماشي مش بيجي عليها اسئله كتير عامه الحته دي. طيب قال لي under certain conditions بيحصل exchange. يعني ايه؟ يعني في كرسي جوه فاضي وفي كرسي بره فاضي، وانا عايز ادخل جوه وحد من جوه عايز يطلع بره، فبدل انا وهو، انا اقول له ادخل وهو يطلع مكاني. زي الصوديوم والبوتاسيوم، هم اكتر ناس بتعمل الحركه دي، الصوديوم والبوتاسيوم بيعملوا كده مع بعض. بصوا ادي الصوديوم عايز يخرج بره والبوتاسيوم عايز يدخل جوه، فيطلع الصوديوم ويدخل البوتاسيوم. ده عمليه exchange of ions بنسميها كده. اوكي، دي برضو كلها طرق يعني ايه ندخل بيها سولتس ونخرجها من الروت. السلكتيف permeability قال لي والله زي ما احنا اتفقنا ان في اينز بتوصل عند السيمي بيرمبل ممبرين بتاع البلازما ممبرين، في حاجات تمام بنخليها تعدي selected بنختارها and allowed to move، عادي بنسمح لها ان هي تعدي بس، وفي حاجات aren't allowed مش مسموح لها تعدي، وفي حاجات ما ينفعش تعدي بسبب ايه؟ concentration التشارج والسايز بتاعها زي ما قلنا في اول حاجه. مين اللي بيتحكم في عمليه السلكتيف permeability دي؟ البلازما ممبرين. مين اللي بيتحكم في ان البلازما ممبرين يتحكم؟ احتياج النبات. يبقى according to plant need اي حاجه من دي تحصل، البلانت عايز حاجه معينه هندخلها له. active transport بقى diffusion selective permeability، نشوف احنا هنعمل ايه، بس كله لرضا البلانت، ها كله لرضا البلانت. ماشي. اخر حاجه ممكن نستعملها هي الاكتيف ترانسبورت، ان انا استعمل اي تي بي عشان ادخل salts from low concentration to high concentration، بس لازم استعمل ATP، لازم استعمل energy، لازم لازم لازم. اتفقنا؟ اتفقنا. اخر حاجه بقى نختم بيها ان شاء الله الحصه هي اكسبيرمنت عملوها على النيتيلا الجا عشان يثبتوا بيها حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه كانوا حابين يثبتوها ان بيحصل عمليه اكتيف ترانسبورت، ان في عمليه اكتيف ترانسبورت بتحصل جوه البلانت. فراحوا عملوا ايه؟ حللوا التربه وحللوا النيتيلا الجا، ولقوا ان في عناصر نسبتها في النيتيلا الجا اعلى من نسبتها في التربه. ده معناه ايه؟ ما هو لو كان حصل ديفيوجن وقف كانوا الاثنين هيبقوا ايكوال. طب لما الاقي في النيتيلا الجا اكتر، لا يبقى هي سحبت بعد ما بقى ايكوال، فبقى اكنه بيتحرك من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، يبقى بعمل اكتيف ترانسبورت. دي كل الفكره. يبقى قال لي الكونسنتريشن بتاعت الفاريوس اينز ار اكيوميليتد في السيلر ستاب بتاع الالجا اعلى relatively higher than في السوامب اللي هي عايشه فيها. النيتيلا على فكره دي كائن بحري، يعني بتبقى حاجه عايشه في الميه، الالجا دي عايشه في الميه خلاص. بيقول لي ليه بقى؟ ليه يا ترى هي ليه عملت الحركه دي وفيها اعلى؟ عشان هي محتاجاها، صح؟ بيقول لي such case necessitates that the cell must use energy to absorb these ions. عشان هعمل active transport، عشان هنقل من القليل للكبير، يبقى هحتاج ATP، يبقى هحتاج energy. اتفقنا؟ اتفقنا. طب واثبتوا ايه كمان بالاكسبيرمنت الحلوه دي؟ قال لي والله احنا اثبتنا ان بيحصل selectively absorbed، ان الحاجات بتبقى selectively absorbed. ازاي؟ قال لك احنا حللنا حاجات لقينا فيه مثلا سولت هنا بره في السويل، سولت معين، وده النبات اهو ما لقيناهوش جوه.
يبقى بره اهو بس النبات مش عايزه، يبقى حصل سيلكتيف بيرميابيليتي. انا اخترت ادخل ايه وما ادخلش ايه. اتفقنا؟ ايه اتفقنا؟ يبقى هو بيقول لنا the concentration of some ions that are accumulated in the cell is higher than the others. تمام؟ وكمان علاقتهم ببعض، يعني مثلا هنا بره لقيت فيه صوديوم، تمام؟ او جوه يعني جوه البتاع كده لقيت فيه صوديوم كتير قوي وبوتاسيوم قليل. ده يقول لنا ايه؟ ان البلانت محتاج الصوديوم اكتر من البوتاسيوم. ان البلانت قدر يتحكم في دخول الصوديوم بسلكتيف بيرميابيليتي عشان يدخلوا اكتر من البوتاسيوم. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى ده بيثبت حدوث عمليه السلكتيف بيرميابيليتي او الحاجات سلكتيفلي ابسوربت، مش هبهزر دي كده، مش عماله على بطال. تمام؟ تمام. دي اهي الحاجات اللي هم عملوها، الريليشنز اللي هم عملوها دي اللي ريبريزنت في السوامب ووتر اللي هي بالاورنج، واللي بالازرق دي ريبريزنت الالجا. بصوا بقى لقينا ايه؟ لقينا ان الصوديوم موجود في الالجا اكتر من في السوامب. ازاي؟ يبقى هي كده عملت اكتف ترانسبورت. نفس الكلام في البوتاسيوم، نفس الكلام في الكالسيوم، نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. دي المفروض مغنيسيوم يا جماعه، خلاص؟ نفس الكلام في المغنيسيوم، نفس الكلام في الكالسيوم والكلورايد. جوه البلانت او جوه الالجا دي كتير قوي وبره قليل، يبقى انا احتجت اي تي بي. صح، عملت اكتف ترانسبورت، نقلت فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن. طب بصوا اصلا الاختلاف، هل كلهم قد بعض؟ لا، ده البوتاسيوم هنا، الكالسيوم انا محتاجه منه اقل شويه، المغنيسيوم انا محتاجه منه اكتر شويه، الكلورايد انا محتاجه منه كتير جدا. يبقى هنا بنسبه ان حصل اكتف ترانسبورت في انتقال الحاجات اللي البلانت محتاجها، مش كده وبس، حصل سيلكتيف بيرميابيليتي للعناصر دي. اخترنا احنا عايزين ندخل ايه مش عايزين ندخل ايه. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. وبكده اقول لكم خلاص يا سيدي بقى، شكرا كفايه بقى. ثانك يو يا شباب ان انتوا يعني مستنيين معانا لحد دلوقتي. لو كنتوا مستنيين معانا لحد دلوقتي يعني اتمنى ان الموضوع يكون واضح. كل حاجه هتلاقوها تحت في الديسكربشن بوكس ان شاء الله، لينك البيج بتاعتنا، لينك الويب سايت، لينك الجروب اللي احنا ان شاء الله هنستقبل عليه اسئلتكم. اي اسئله بقى انتوا عايزينها ان شاء الله هنجاوبكم عليها خلال اليوم، يعني هنحاول نكون معاكم تيم ساينتفك كده على مدار اليوم ان شاء الله نجاوب على اي اسئله انتوا محتاجينها. المهم انتوا بس ايه، حاولوا تدوروا على طريقه مذاكره وحاولوا تدوروا على طريقه حل قبل ثالثه ثانوي ارجوكم. اوكي اشوفكم ان شاء الله على خير وبالتوفيق يا شباب. باي. اللي جاي احلى، فلتصحبكم السلامه.